السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم حصتكم المميزة التي تشاهدونها كل أسبوع ما وراء الأحداث، لكن هذه المرة لست بوحدي، بل معي ضيف مميز من مملكة يا أيها المطبعون، الضيف الذي تحبونه كثيرا. مرحبا بك منار سليمي، أنت على المباشر. أرحب بالجميع. شكرا، مرحبا بك عزيزي منار. والله يعني وفقا للأحداث الأخيرة والتي تخص التطبيع الإماراتي للمغرب، هل تستطيع أن تعطينا تعريف يعني مختصر، تعريف قصير للتطبيع؟ ما هو التطبيع وما هي النتائج أو نتائج التطبيع في المستقبل، خاصة في دول المغرب العربي الكبير؟ مفهوم التطبيع هو مفهوم سياسي. داخل هذه المعادلة يفهم التطبيع، هناك احتلال وهناك رافضون له، علاقة غير طبيعية. التطبيع هو عمل خارج المعقول، خارج المنطق، خارج الأعراف، ويمكن أن نضيف أحيانا من خلال مجموعة من القرارات لمجلس الأمن خارج القانون. نتفق على هذه المسألة. وأنا كذلك عزيزي منار متفق معك، هو عبارة عن يعني شيء خارج القانون وخارج الأخلاق، وأحيانا يعد عبارة على إجرام. أتفق معك كليا عزيزي منار. لكن عزيزي منار، حسب رأيك يعني إسرائيل تسعى لماذا؟ ولماذا هذا التطبيع المفاجئ والهرولة نحو التطبيع؟ هل يوجد هنالك أهداف أمنية أو محاولة إسرائيل للسيطرة على الدول العربية؟ تفضل عزيزي منار. هذا الاتفاق يجعل، ونحن نراقب الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، يحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قاعدة عسكرية لإسرائيل. لاحظنا نتنياهو وهو يتحدث على الخارطة، يشرح كيف سيفتح هذا الاتفاق ممرات لإسرائيل، سواء في مضيق هرمز، وهنا أقصد عين على إيران، وأيضا ممرات نحو آسيا، لكي نفهم جيدا كيف تفكر إسرائيل في هذا الاتفاق. واضح جدا عزيزي منار كلامك، لكن المهم من كل هذا، ألا ترى أن هنالك يعني أو سوف تكون هنالك يعني تأثيرات على المغرب، بالرغم من أننا نعرف أن يعني أمير المؤمنون ملكنا محمد ستة موقفه اتجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، فكيف ترى هذا عزيزي منار؟ تفضل. لا أعتقد. لماذا؟ لأنه الكل يراقب، وأكثر من ذلك أن مواقف المغرب هي معروفة. هناك ثوابت اشتغل عليها المغرب ويتمسك بها بخصوص القضية الفلسطينية، حل الدولتين. والمغرب هو رئيس لجنة القدس، الملك هو رئيس لجنة القدس، ويقوم بمجهودات كبيرة باعتراف الفلسطينيين بخصوص القدس. وكانت هناك رسالة إلى ترامب واضحة باسم 57 دولة إسلامية كتبها الملك بصفته أمير المؤمنين. وأنا أتفق معك عزيزي منار، يستحيل على سيدنا وعلى المغرب يعني أن يكون أو يتأثر من هذا التطبيع اللعين لإسرائيل من طرف الإمارات. لكن بالرغم من هذا إلا أن يعني لدي شكوك أو مخاوف. ربما يعني كما تعلم هذه الإمارات يعني ليست بالدولة يعني لديها مكانة ولديها كلمة سياسية على مستوى العالم، فماذا لو يعني مس هذا التطبيع بلدنا أو مملكتنا الشريفة العفيفة المغرب؟ إذن هنا لكي نتحدث وبطريقة واقعية، فالمغرب ليس هو الإمارات. المغرب هو أمة دولة، المغرب هو حضارة، المغرب له تاريخ، المغرب له امتدادات، المغرب له حق الإمارات المؤمنين التي تمتد في شمال أفريقيا، تمتد في المنطقة المتوسطية، في أوروبا، الامتداد الإقليمي الروحي، وأيضا في إفريقيا. المغرب هو دولة لها وزن كبير، لهذا توجهت لها الأنظار، وتوجهت العديد من الأنظار، وكتبت العديد من الأفكار التي هي والأخبار التي هي عبارة عن ما يمكن أن نسميه
بالونات اختبار. أكيد عزيزي منار، لا نقارن مملكتنا العظيمة الشريفة بدولة الإمارات، فنحن لدينا امتداداتنا الروحية وصلت حتى إلى هولندا من طرف سيدنا محمد ستة حفظه الله ورعاه. لكن هذا لا يكفي، أردتك أن توضح لهم أكثر في هذه النقطة ولكي يشهد عنها العالم ويشهد على هذه الخيانة العظمى للدولة اللعينة الإمارات. فكرر لهم من فضلك عزيزي منار، تفضل لديك كل الوقت. أن قلت بأن القضية الفلسطينية هي من المغرب لديه توابت، والمغرب احتضن قمم عربية، والمغرب قام بمجموعة من الأدوار يشيد بها الفلسطينيون، والمغرب هو لديه هذه التوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية: حل الدولتين، القدس، قرارات مجلس أمن، الشرعية الدولية، قرارات الجمعية العامة. كل هذه الأمور هي يدافع عنها المغرب، بمعنى أنها حجج يقدمها المغرب، وهي مواقف قوية، لأننا دولة قوية، دولة أمة لها تاريخ، لها تأثير كبير في العالم العربي، ولا يمكن أن نقارن أنفسنا مع دول أخرى ليس لها تاريخ. إذن المواقف المبدئية هي أيضا كانت مواقف في التاريخ المغربي. الكل يتذكر بأن التظاهرات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بإسرائيل كانت تجري في المغرب. أتذكر هنا بأن أحزاب الحركة الوطنية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كانت في الشارع تخرج بأزيد من 2,000,000 من المواطنين الذين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني. بارك الله فيك عزيزي منار. لكن نحن لا نعرف ما تدسه الأيام ولا نعرف المستقبل، فأنا أخاف خاصة مع الرئيس الأمريكي المتعجرف دونالد ترامب. ماذا لو دونالد ترامب ضغط على أمير المؤمنين ملكنا الغالي العزيز الشريف العفيف أو المغرب بصفة عامة وقاده نحو التطبيع مع إسرائيل؟ فأنا جد متخوف في الحقيقة عزيزي منار، فماذا تقول حول هذا؟ تفضل. مجال السياسة الخارجية ندخل إلى نوع من الواقعية. أولا نفكر بطريقة أخرى. الآن المبادئ واضحة والتوابت واضحة، والقضية الفلسطينية المغرب لديه توابت فيها وموقفه معروف، وليس هناك رئيس دولة وجه رسالة بالشكل الذي وجه الملك محمد السادس إلى ترامب، يتحدث باسم 57 دولة، باسم أزيد من 1,000,000,000 مسلم. هذه قوة كبيرة جدا، بمعنى أنه يعترف بها الفلسطينيون. بارك الله عزيزي منار، والله الحمد لله الآن ارتحت وأشعر بالراحة وأستطيع أن أنام بسلام، لأنني كنت متخوف من ذلك الرئيس المتعجرف اللعين دونالد ترامب أو سياسته على الضغط على ملكنا محمد ستة الشريف العفيف وكل شيء. فالآن الحمد لله نقدر يعني نروح، راه عندي أمور لأنني غادي نروح نتفرج روتيني اليومي. السلام عليكم. راني عاود جيتكم خوتي، حبيت ندير كارو باسكو على بالكم هذا اللي طالع في جميع القنوات العالمية والقنوات الوطنية والمتحدث مانيش عارف أنا باسم، المهم راك تشوفه بارتو. عباك سبحان الله، يعني النفاق لو كان جا للنفاق عنوان فراح يكون المغرب هو عنوان النفاق والمتحدثين باسم السياسة وباسم الوطن كذلك. هذا الإنسان اللي كان يتكلم واللي شفنا وسمعنا أن التطبيع، يعني تعريف واضح للتطبيع. لما طبعت الإمارات مع إسرائيل كان هنالك تطبيع، يعني ما كانش كاين لا ليس بتطبيع فهو عبارة عن كذا أو علاقات فهذا لا يعني كان يتكلم عن التطبيع، يعني عبارة عن تطبيع، وأعطى ليه تعريف كما يقول هو إجرام وهو شيء خارج عن القانون وغير أخلاقي وكذا وكذا وكذا. في ميزكم بعد تطبيع مملكة نكاح سمكة الرايع، ما هو تعريف التطبيع؟ جاءت مسألة أخرى وهي هذا الربط، إعلان عن عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية. أولا ماشي تطبيع. لماذا؟ التطبيع هذا ما عندناش هذا المصطلح في المغرب، ما كاينش هذا مصطلح شرق أوسطي، وأنا أرفض أن المصطلحات ديال الدول ديال الشرق الأوسط أنها نبدأ في استعمالها.
علاش؟ لأنه حنا اللغة ديالنا عندنا لغة عربية جيدة، وهذا باعتراف هم، لأنهم أحيانا هم اللهجات ديالهم، وعندنا الدارجة ديالنا، وعندنا الأمازيغية، وعندنا مجموعة، عندنا المسائل اللي هي رسمية ديالنا حنايا. ولكن المصطلحات ديالنا، عندنا مصطلحات ديالنا حنا. هذا المصطلح ديال التطبيع هو مصطلح شرق أوسطي. شتو كيفاش خوتي؟ يعني تبدل. انا ننصحكم، يقول انه ينصحنا احنا، عفوا ماشي احنا، يعني ينصح المراركه ما نستعملوش هذا المصطلح نتاع التطبيع. وانا انصح، بس ماشي كنت تستعمل فيه انت دائما، ولا غير كي ولا لك، ولا غير كي طبعت فلازم نبدلوا له، نعطوه تعريف اخر بعدما كان هو عنده تعريف سياسي وخارج عن القانون والاخلاق وما على باليش، ولا لا، ولا عنده مصطلح اخر، ولات اللغه العربيه لا تعنينا لاننا طبعنا مع اسرائيل. خلاص النفاق، يعني ما تلقاش تعريف واحد اخر الا بالنفاق. كذلك في الاول كان واحد المقطع اذا سمعتوه مليح، كان يتكلم يقول ان المغرب ماهيش هي الامارات. الامارات واش هي؟ المغرب اننا نحن تاريخ، واللي كان يقول هو الامه القاره، ولا يعني حيه كبيره، والامتداد الروحي والى اخره، وموقفنا واضح ومبادئنا واضحه. الانسان اللي يتبدل، هذه راه بالك عندها 3 شهور برك حتى دروك، يعني في 3 شهور الانسان او حتى الدول، لان الدول راه على شكل افراد راهم يمثلوا دوله طبعا، تدخل فيها الارض والى اخره. المهم، فاذا كان الدولة تفقد مبادئها، خلاص ما بقى والو. ماشي كنت قبيل كنا نهضروا مبادئ ونحن لسنا بإمارات وإلى آخره وكل شيء، وعندنا تاريخ وعندنا كذا وكذا. دوك نشوفوا وش يقول، يعني سماها عودة العلاقات. علاه؟ ماشي هذه 3 شهور كنت تطلع وتقول أن الإمارات الشيء اللي داره ماشي تطبيع، لا يوجد شيء اسمه تطبيع. يعني مصطلح وش هو الفرق؟ هي عباره عن علاقات، لما تكون كاينه علاقات نسموه تطبيع، وهذا واش كان كاين في الامارات، وهذا واش راه كاين عندك انت، اللي زعما طالع لنا امير المؤمنين وموقفنا واضح وكذلك، ويتكلم على التاريخ الموجود بين فلسطين والمغرب، ودرنا وكذا. دروك قلب القضيه، دروك يتكلم على التاريخ اللي كان بين اسرائيل، وكانت هنالك علاقات وراها انكشفت والى اخره. ثم احنا لسنا هي الدول العربية الأخرى، احنا عندنا طبيعة خاصة بإسرائيل. لماذا؟ لأنه عندنا مليون يهودي مغربي. فالمغرب ليس هو الإمارات، المغرب هو دولة. الكل يتذكر بأن التظاهرات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بإسرائيل كانت تجري في المغرب. أتذكر هنا بأن أحزاب الحركة الوطنية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كانت في الشارع تخرج بأزيد من 2 مليون من المواطنين. كان عندنا كان مكتب موجود، ثم أغلق في مرحلة معينة. المغرب كان دائما في تواصل باش يخدم، باش يلعب دور على مستوى القضية الفلسطينية. لنوضح، راه كان طرح مغربي في الستينات، كان طرح مغربي ورفضوه الذين كانوا آنذاك يسمون أنفسهم قوميين، كان ممكن يحل الإشكال. كان استقبال ملكي في 86 الملك الحسن الثاني لما استقبل شيمون بيريز آنذاك، وكان واحد الخطاب مشهور. إذا دائما كانت هناك علاقات، ولكن لا يمكن أن نسمي الأمر بأنه تطبيع. بالعكس الفيديو راه طويل، فتكلم كذلك من بين النقاط، يتكلم على وحده ويقول لها انت دايره النقاب، وحنا النقاب لا علاقه به، ما واش دخلنا احنا في النقاب، احنا عندنا اللحاف وما واش في الثقافه المغربيه والى اخره. يعني يهضر على النقاب وفي نفس الوقت يتكلم على اليهود، ولازم تكون احنا عندنا علاقه، لانه راهم كاينين مغاربه يهود، وكاين وحدين مغاربه راهم يغنوا واحد لا شونسون ولا اغنيه مغربيه، وراهم كذلك اليهود في اسرائيل يطيبوا الكسكس المغربي. فلهذا يجب انها تكون كاينه علاقات ويكون كاين تطبيع. والشيء اللي يلفت الانتباه هو انه يتكلم ويقول لك يعني باش تكون عندنا هذه العلاقه مع اسرائيل، لان احنا ميزين وعندنا الامتداد الروحي كما يسميه هو، لان عندنا ملك هو امير المؤمنين. اذا هنا يقول لك امير المؤمنين، وهذه غير يعني ما كانش 30 ثانيه، وهنا يقول لك
احنا هذه الثقافه نتاع مثلا النقاب ماهيش نتاعنا والى اخره. ما فهمتش اذا كان اصلا كلمه امير المؤمنين واش يعني؟ هذه اسلاميا ولا لا خوتي؟ هذه راه اسلاميا. فولينا نضربوا في اللغه العربيه، ولينا كذلك نضربوا حتى في شرع الله سبحانه وتعالى. وماشي غير هذا الشيء برك، بل حتى ان الجزائر جو بونس كما قال هو انها تطلب 23 مليار دولار من اجل التطبيع مع اسرائيل. يعني احنا كجزائر طلبنا منهم 23 مليار دولار باش نطبعوا معكم. وخرجت الصحافة الجزائرية وغيرها. المعلومات تقول بأن الجزائر الذين يحكمون الجزائر الجنرالات وتبون طلبوا 23 مليار دولار لكي يقوموا بعملية تطبيع مع إسرائيل. هذه وثائق، طلبوا 23 مليار، يجب أن يعرفوها الجزائريون. الانسان لما يتكلم ما يتكلمش غير على الهوى. لما تقول كاين وهذا موجود وهذه حقيقه وهذه مصادر، نفس المصادر. قبل كنت داير واحد الفيديو كنت تتكلم على الرئيس عبد المجيد تبون، كنت تقول وفقا لمصادرنا ان الرئيس عبد المجيد تبون تم اغتياله، يعني مات، وصفاه شنقريحه كما صفاه كما دار مع القايد صالح. لكن بعد بان الرئيس وظهر الرئيس انه ماهوش متوفي، مصاب بكورونا. لما تتكلم اعطينا المصادر ولا اعطينا الدليل ولا ورينا وين شفت هذا الشيء، ويبقى غير كلام. لكن سبحان الله لما تنطق هذه الكلمه راك يعني يكشفك الله ويرسل من خلال الاتهامات، يرسل واحد الرساله اللي وواقع. لما تقول ان الجزائر طلبت من اسرائيل 23 مليار دولار، هذا يعني انه ما كانش تطبيع بين الجزائر واسرائيل. لو كنا نطبعوا ما نطلبوش 23 مليار دولار، صح؟ هذه اول نقطه. اذا هذيك الخزعبلات الموجوده والالسنه اللي تتكلم في المغرب على اننا احنا مطبعين وتحت لتحت، لا احنا ما طبعوش. احنا عندنا الرئيس الله يشافيه طلع وقال احنا ما راحش الجزائر يكون عندها موقف ولا تهرول كما راهم يهرولوا الدول الاخرى. نتوما ميمي 6 ما شفناش، ولا محمد السادس تاعكم ما شفناش، ما بانش، مانيش عارف وين راه، خامد مات ما على باليش. وفيما يخص 23 مليار هذه يعني كلام برك، ونتحدى اي واحد يقول ولا يعطينا مصدر ولا يعطينا دليل، فقط يبقى كلام. وماهيش هذه الحاجه المره الاولى، يا لونطون خنتوا العرب. وماشي غير هذا الشيء، بل بعتوا بلادكم كذلك، ولا مديتوا بلادكم باطل مقابل دراجه هوائيه. واليوم راكم تبيعوا في فلسطين وتخونوا في العرب مقابل تغريده في تويتر، وراح يضحك عليكم العالم. وبلا ما ننسوه، لما كان ترامب في ايامه الاولى كان يتكلم عن الملك المغرب ويقول انها جو بونس عطاها 20 مليون دولار، مدها لها هكا كادو. راه موجوده في اليوتيوب اللي حب يشوفها. على كل حال خوتي، ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يعيشكم. تلاحقوا فيديو واحد اخر. سلام، راني شويه عيان.